يا مساء الخير، أنا دعاء وده فيديو جديد. النهاردة هنعمل وراك مخلية ومشوية مع رز بسمتي بالجزر، وهنعمل جنبهم سمبوسك باللحمة المفرومة والجزر وتومية. هنزل لكم طريقتها في فيديو لوحدها. دي وراك أنا شارياها، شلت منها العظم والجلد. هنشويها. تتبيلة الشوي بتاعتها فلفل أسمر، كركم، وبابريكا. ودي خلطة شيش طاووق في شوي الوراك، بتبقى حلوة جدا. ومرقة دجاج، 2 زبادي. هنشوي، هنحط في التتبيلة باربيكيو، شوية زيت، ونص معلقة عسل صغيرة، ومعلقتين خل كبار. كده أنا حطيتها في التتبيلة. هقلبها فيها كويس واسيبها ترتاح شوية، واسيبها تشرب من التتبيلة دي شوية في التلاجة قبل ما نشوف هنعمل ايه جنبها. رز البسمتي انا عاملاه المره دي مفيهوش حاجه خالص ولا افتكاسات خالص الا جزر مبشور، وهحط له كركم وشويه زيت. انا عامله 3 كوبايات رز، المفروض يبقى له العيار بتاعهم 6 كوبايات ميه، انا هحط 5 بس، واسيبه اوطي عليه واسيب البخار يسويه. حطيت شويه زيت، هحط الجزر واحط معلقتين كركم واحطه على النار. لما تبتدي ريحة الكركم تطلع ونشوح الجزر شوية، هنحط المية. انا السمبوسك عاملاه ومجهزاه، بس انا مخليه 2 اوريكم بلفه ازاي. اللحمة المفرومة دي انا حاطه لها بصل، وحاطه لها جزرايه حلوة قوي، بتبقى مع السمبوسك الجزر باللحمة. ودي طريقة لفي. في ناس بتعمل معلقة دقيق بمية وتقفل بيها، انا بعمل زي الجيب كده، بحط فيه الحرف اللي فاضل في السمبوسك كده. هوريكم واحدة كمان، وكده انا كنت مخلصة الكمية اللي كنت هحضرها. نفس الطريقة بتفضل منها جزء صغير بدخله كده زي الجيب كده. لما هيبقى ريحة الجزر مع الكركم يطلع، وهنزل عليهم المية واكون غلياها. الوراك هنشويها في اي حاجة، طاسة او جريل او صينية. مش هنعلي النار، ومش هنقلبها خالص إلا لما نحس اللون اللي تحت بدأ يتغير. هنا مية الرز خلاص غلت، هنزل عليها الرز يغلي شوية، وقبل ما يتشرب هدي عليه. كده انا خلصت. ميرسي جدا على متابعتكم، يا رب اكون عجبتكم، وان شاء الله اعمل فيديوهات تانية كتير. لو عجبكم الفيديو نشترك في القناة ونفعل الجرس. ميرسي جدا جدا.